إسبانيا تصنع الحدث مرة أخرى. لا يمكن اعتبار التعاون الإسباني المغربي حدث عارض، وإنما هو شراكة أو حلف استراتيجي حقيقي يتكلل اليوم بزيارة هامة جدا إلى المغرب. من ناحية أخرى، يصفع قيادات البوليزاريو بقرارات فتاكة، ومن جهة هنالك طائرة جزائرية تحط في أراضي إسبانيا، والأسباب مفاجئة للجميع. طائرة جزائرية تصل إلى مدريد والأسباب مفاجئة. سانشيز يحط في الرباط وقرار هام يصدم البوليزاريو في الصحراء المغربية. حياكم الله أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج المغترب. قبل أن يصل بيدرو سانشيز، أو أثناء طيرانه ووصوله إلى المملكة المغربية بعد اتصال هام من الملك محمد السادس حفظه الله، تصل طائرة من النوع الجزائري الثقيل، من طائرة رسمية طبعا، إلى الأراضي الإسبانية بأهداف مفاجئة وأسباب لا نعلم ما هي حتى اللحظة، ولكن رح نكتشف سوية أعزائي بحلقة اليوم. نتناقش بهذا الموضوع كثيرا، ونتناقش أيضا بزيارة الوفد الإسباني إلى المملكة المغربية، وما هي الأهداف وما الذي سيحدث وكيف يمكن أن تصدم البوليزاريو من جديد. ولكن أعزائي، قبل ما نكمل الحلقة، يا ريت نعمل لايك وشير للفيديو ونفعل زر الجرس لحتى يصلكم كل شيء جديد. وبتمنى منكم أعزائي تشوفوا صفحتي اليوتيوب والفيسبوك حتى نستمر بنشر الأخبار عن المملكة المغربية، وتحطوا لايك ومشاركة لحتى نوصل للجميع من محبي المملكة والغيورين على ترابها الوطني. العلاقة الإسبانية المغربية أعزائي المشاهدين اليوم بالذات ستبصم على دستور جديد، على اتفاقيات جديدة يكني عنها رئيس الجزر الكناري، أو يقول عنها أنه سيكون له زيارة بعد هذه الزيارة لكي يفتح الآفاق أمام تعاون مثمر جديد مع المملكة المغربية. خصوصا أن حكومة بيدرو سانشيز المركزية اليوم تحط في المملكة المغربية، ليقول السيد عزيز أخنوش أن علاقة المغرب بإسبانيا مثالية، ولن نكون أقوى من اليوم طالما نحن مجتمعين. بشكل عام أعزائي المشاهدين، قبل أن نخوض أكثر في حديث إسبانيا المملكة المغربية وما فعلوه في البوليزاريو، لابد أيضا أن أتلو عليكم خبرا قصيرا مدة ثانيتين فقط لكي نتأكد أو نطمئن البال بخصوص الزليج المغربي. طبعا بعد محاولات الترامي عليه ونسبه إلى الحكومة الجزائرية، وهذا ما تفعله دائما من وسائل الإعلام، صدمت الأمم المتحدة دولة الجنرالات بالاعتراف بمغربية الزليج. نشرت صفحة هذه المؤسسة على التويتر هدية المغرب إليها، وهي عبارة عن لوحة من الفسيفساء عليها نقش للآية 13 من سورة الحجرات، ونقش لعبارة ميثاق الأمم المتحدة. طبعا تعليقا على الهدية المغربية، كتبت صحيفة أو صفحة الأمم المتحدة تقول: أنجزت اللوحة بالأسلوب الأندلسي في القرن الثاني عشر، ونفذت كلها باليد من قبل أحد الفنانين في مدينة فاس. من جانبه أعاد الناشط السياسي الجزائري المعارض طبعا وليد كبير مشاركة هدية المغرب للأمم المتحدة على حسابه على الفيسبوك، وعلق عليها: اعتراف أممي بأن الزليج فاسي. أضاف وليد كبير وقال: هو أسلوب مغربي خالص يرمز للحضارة المغربية التي نقلها المغاربة للأندلس. ويتابع: الزليج فاسي الفن، لا يتقنه إلا الصناع المغاربة، ولا توجد ورشات صنعه إلا في المملكة المغربية. وختم موضحا طبعا أن الموضوع لا يخص لا من بعيد ولا من قريب الزخرفة، وإنما هو فن مغربي مستحدث في المغرب، ولا يمكن أن يستعيض عنه أي نوع من الفنون، وهو يميز بأنه صنع في المملكة المغربية. هذه البداية أعزائي حتى نستعد ونقوم بعمليات الإحماء لبداية الحلقة، ونبدأ مباشرة بوصول طائرة جزائرية إلى الأراضي الإسبانية. أفادت صحيفة إسبانية أعزائي المشاهدين أن طائرة رسمية جزائرية هبطت سرا في العاصمة الإسبانية مدريد لحظات قبيل انطلاق القمة رفيعة المستوى بين المغرب وإسبانيا. أوضحت صحيفة إسبانية طبعا أن الطائرة التي تقل وفدا رسميا جزائريا حطت الرحال حوالي الساعة 11:10 بمطار براخاس في مدريد، قادمة من الجزائر، قبل أن تعود أدراجها حوالي الساعة 1:13 ظهرا. المصدر يكشف هنا أعزائي المشاهدين أن الطائرة من نوع جولف ستريم توقفت على الأراضي الإسبانية لمدة ساعتين، في نفس الوقت الذي يشد فيه سانشيز الرحال إلى المملكة المغربية. الصحيفة الإسبانية استغربت سبب وصول الطائرة الرسمية إلى إسبانيا في الوقت الذي لم يعلن فيه عن أي زيارة رسمية مرتقبة من هذا النوع. تأتي هذه الزيارة في وقت تشهد فيه العلاقات الإسبانية الجزائرية فتورا بعد إقدام الدولة الجزائرية على القطع شبه التام لعلاقاتها مع الحكومة الإسبانية بعد قرار بيدرو سانشيز بدعم المقترح المغربي لحل قضية الصحراء المغربية. هذه الزيارة أعزائي المشاهدين، ولو أنها أتت في وقت مستغرب وغير معروف، ولكن يمكن أن نشير أو أن نقول ونحلل
ونفترض أن هذه الزيارة أتت من أجل إثارة الجدل ولفت الأنظار إلى أن أو لتشتيت الأنظار عن زيارة بيدرو سانشيز نحو المملكة المغربية. أيضا يمكن أن يكون هنالك عمل دبلوماسي حثيث من أجل لم الشمل ولم الشتات الذي تعيشه اليوم الحكومة الجزائرية بسبب القوقعة السياسية أو العزلة السياسية التي وضعوا نفسهم فيها. فتجد سعيد شنقريحة في فرنسا، عبد المجيد تبون في روسيا قريبا، وهذه الطائرة التي لا نعلم حتى اللحظة من كانت تحمل تصل إلى إسبانيا، ولربما يمكن غدا أن نعلم أكثر عن هذه الطائرة. بالنسبة للمملكة المغربية أعزائي المشاهدين ووصول السيد بيدرو سانشيز، نتلو عليكم مصدر مغربي واسع الاطلاع يكشف عن توجه المغرب في هذه الزيارة بالذات لطرح قضية إدارة جزء من المجال الجوي للأقاليم الصحراوية من قبل إسبانيا خلال اجتماع اللجنة العليا في البلدين وبحث تسليمها للرباط. المملكة المغربية بقوة القلب ولديها الإصرار والرغبة أن تفتح مواضيع لربما طويت سابقا، ولكن حان الوقت من أجل إعادة الكلام بها. هنالك إمكانية أن يطرح المغرب قضية إدارة جزء من المجال الجوي للصحراء من قبل إسبانيا خلال القمة بين البلدين، هذا وتستمر إسبانيا في إدارة جزء من المجال الجوي لجزء من المناطق الصحراوية المغربية منذ انسحابها منها عام 1975 يوم المسيرة الخضراء المباركة. بشكل عام أعزائي، التطور الذي شهدته العلاقات بين البلدين وتشكيل لجنة لترسيم الحدود البحرية أيضا بين البلدين الجارين جعل هنالك تصورا ثنائيا لمعالجة الأمور الشائكة. بشكل عام اجتماع اللجنة العليا راح يكون فرصة للتباحث حول قضية مراقبة المجال الجوي في أفق إيجاد حل لها، وهذه القضية تعتبر تحديا على المستوى الأمني خصوصا في ظل المشاكل المطروحة، مستوى المهاجرين غير النظاميين والجريمة العابرة للقارات بجزر الكناري. بشكل عام أعزائي المشاهدين، إذا أقنع المغرب إسبانيا عدم وجود تحديات أمنية ممكن أن يحدث تقدم في هذا الملف. بشكل عام نتكلم عن أن المملكة المغربية وإسبانيا أصبحوا لا يوجد هنالك خط أحمر بين البلدين. لو لاحظتم سبتة ومليليا، الجزر الجعفرية، جزر الكناري وترسيم الحدود، جبل تروبيك، كل هذه الأمور، حتى مزارع الأسماك التي وضعت قرب الجزر الجعفرية، وعندما سئل عنها خوسيه مانويل الباريس قال أن المملكة المغربية تضع مزارع الأسماك في أراضيها ومياهها الإقليمية. لا يمكن أن نتكلم في هذا الموضوع، يعني لا يوجد استفزاز من طرف البلدين، يعني هنالك تفاهم قبل الحديث أكثر، وهذا سبب زيارة بيدرو سانشيز اليوم ولقائه بعزيز أخنوش على رأس وفد حكومي رفيع المستوى يتألف من أكثر من 20 وزير من وزراء بيدرو سانشيز، الذي وصل إلى مطار الرباط سلا يوم الأربعاء. السيد بيدرو سانشيز يترأس إلى جانب رئيس الحكومة عزيز أخنوش أشغال الدورة 12 للاجتماع رفيع المستوى المغرب إسبانيا. كان في استقبال سانشيز عزيز أخنوش وسفير إسبانيا في الرباط ريكاردو رودريغيز، وبعد أن استعرض وحدة تابعة للقوات الملكية طبعا الأولى التي أدت التحية، تقدم للسلام على رأس الحكومة الإسبانية كل من وزير الصحة والحياة الاجتماعية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية ووزير النقل واللوجستيك ووزير الشباب والثقافة، كلهم بالإضافة إلى سفيرة المغرب في مدريد. تقدم للسلام على أخنوش عن الجانب الإسباني على الخصوص وزيرات الداخلية والخارجية وسفير إسبانيا في الرباط. ويأتي الاجتماع رفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا بعد 8 سنوات على عقد آخر دورة لهذه الآلية ليكرس الشراكة الاستراتيجية التي انخرط بها البلدين عقب زيارة بيدرو سانشيز إلى المغرب في أبريل الماضي بدعوة من الملك محمد السادس وتلقيه اتصالا قبل أن يحط في الأراضي المغربية بيدرو سانشيز طبعا. وصنف هذا الاتصال أو وصف بأنه اتصال بناء ومثمر، وعلى أمل أن تكون كل علاقات المغرب بهذا المستوى الرائع مع إسبانيا التي بالفعل كانت طيبة العلاقات، وكان هنالك صدق كبير في عودة العلاقة بين البلدين. لهنا أعزائي بتكون خلصت حلقة اليوم، بتمنى تكونوا استفدتوا منه واستمتعتوا فيها، وعلى أمل لقاء بحلقات جديدة. كان معكم المغترب، دمتم بأمان الله وحفظه، والى اللقاء.